السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزمالك يفقد أول 3 نقاط ومش آخر 3 نقاط في دوري المجموعات في دوري أبطال أفريقيا في عقر داره. اللي كان بيتريق أول امبارح إن الأهلي خسر من ريال مدريد، هو بيخسر النهاردة من شباب بلوزداد في استاد القاهرة في عقر داره، يعني 1-0. للعلم 7 مباراة للزمالك على التوالي بدون أي انتصار، 7 مباريات. تخيل بقى، دي آخر 4 مباريات في دور المجموعات ما جابش ولا جون، لا مع الوداد في القاهرة ولا مع بترو في أنجولا ولا مع سجرادة الأنجولي في القاهرة ولا مع شباب بلوزداد في القاهرة، يعني 3 في القاهرة و1 في الأنجولا، ما جابش ولا جون. تتكلموا على الأهلي؟ طب ما تتكلمش يا عم على الأهلي، كلها يا عم إحصائيات يا عم نتكلم فيها يا عم، ولا احنا بنكذب عليكم؟ مش محتاجة يعني بقى تتكلم بقى على الأهلي. إنما رئيس النادي طلع وقال إن إحنا مش بنفكر في الدوري العام. طب ماشي يا سيدي، ما تفكرش في الدوري العام، إحنا بنفكر في إيه يا سيدي؟ بنفكر في دوري أبطال أفريقيا. طب ماشي، أنا بقول لك كده بقى، أنتوا حصالة يعني، ما تفكرش أنت دور المركز السادس. أنت كنت بتقول الستة، أنا بدور على الستة في دوري الأبطال. أنا بقول لك دور على المركز السادس، أسهل لك وطريق سهل شوية. ممكن انت لسه هتنافس، الله اعلم، انت مركز خامس، انت لسه هتنافس على السادس، يعني مش محجوز لك يعني. واخيرا بحب اقول لك كلمة، روح بغداد عشان تنسى اللي حصل من شباب بلوزداد.